من أخذ بالسيف فبالسيف يؤخذ. القديس العظيم الأنبا موسى الأسود كديه قتل وكديه نهب وكديه سرق وكديه زنى وكديه 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 وكان يعبد الشمس. وبعدين لما عرف ربنا ذاب قلبه في داخله وأصبح القوي في توبته، مش القوي ان هو في عضلاته، لا، القوي في توبته. لم نعرف قديسا قويا في توبته كد موسى الأسود. ولما غار البربر على الأضيرة وبدأ البعض يمشي من الرهبان، قالوا يمشي يا أبانا موسى، قال لهم لا، من أخذ بالسيف فبالسيف يؤخذ. أنا اللحظة دي مستنيها عشان ربنا لما أروح السماء ما يقوليش أنا ليا حاجة عندك، خلاص أنا هقتل. وقتل موسى واستشهد وصار شهيدا. حينما نتذكر عدل الله في موت موسى نتذكر رحمة الله أيضا في حياة موسى. ذاك الذي كان شريرا وشريدا كيف صار شفيعا لنا، كيف صار حبيبا لنا، كيف أصبحنا الآن نسمى الكنائس على اسمه ونعلق صوره الحلوة في بيوتنا ونسمي أولادنا باسمه. احنا عندنا مبنى الطالبات في أسيوط الجديدة باسم القوي، سميته على اسم القوي عشان قلت أسيوط الجديدة حتة جديدة وده مبنى طالبات، هو اللي هيعرف يقف قوي كده ويحرس البنات، ونشكر الله حارسهم فعلا. كيف تعاملت رحمة الله مع موسى الأسود وصار هذا الطيب الجميل اللي بيجذب آلاف بل ملايين من النفوس. ده في عمل معجزة مع واحد في كندا، عمل له زي عمل زرع كبد وقعد يدور فين هو الأنبا موسى الأسود لغاية ما راح دير البراموس وقال هو ده اللي جاي للأنبا موسى الأسود. الصليب فيه الرحمة والعدل تلاقيا.